بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا على وشكم جميل، الميد ترم بتاعي اتأجل اسبوع، فعشان كده الواحد هيبقى ايه، يقدر يرجع يعمل فيديوهات شبه يومية. ايه اللي حصل النهاردة؟ امبارح قلنا ان كل اللي مستنيينه شمعة خضرة صغيرة تدل ان خلاص خدنا تصحيحنا من هنا. طيب كده احنا خلاص؟ احنا خلاص. طب ليه النهاردة احنا ما حسناش بالصعود ده؟ هقول لك ليه. احنا فوت النهارده بقالنا يومين ثلاثه السيوله بتبقى داخله في 5 مليار. سيبك من البائع او المشتري، ارجع اسبوع ورا هتلاقي ان لما كانت بتخش السيوله 2 مليار ولا 2.5 مليار احنا كنا نفرح نقول يا لهوي ده على الانفراجه. النهارده السيوله رجعت تاني 2 مليار. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس عايزه تقفل الاسبوع، ومن الاسبوع الجاي ال5 مليار هيخشوا، بس مش هيخشوا كبياع. خد بالك ان الفتره اللي فاتت كان اي نعم في سيوله 5 مليار، بس السيطره كانت بيعيه. ال5 مليار دول هيخشوا من الاسبوع الجاي بسيطره شرائيه مش بيعيه. طب هيخشوا على اسهم ايه؟ مفيش رقم كبير لصناديق مثلا استثمار او شركات استثمار او ناس عايزه تستثمر بجد غير هما بيخشوا على الاسهم القياديه. الاسهم ام قروش والحاجات دي على فكره بتعمل طفرات ساعات، انا ما انكرش، بس الاسهم الصلبه اللي تشدك وتطلع بيك الاسهم القياديه. المنظر ده يدل ان تصحيحنا خلاص خلص واحنا راجعين تاني. ليه الشمعة جت صغيرة؟ لان التداول كان صغير. لو 5 مليار دخلوا النهارده كانوا هيخشوا شراء، والشراء ده كان هيضرب السوق فوق، هينطروا نطره ما حصلتش. فكان في اسهم من مصلحتها النهارده انها تقل، زي ابو قير مثلا كان من مصلحته ان هو ينزل، ومصلحته انه يقفل اليوم هابط. ليه؟ يخرجك انت يا ابو نفسيه ضعيفه يا خواف منه، ابو قير وكيمه وكذا حاجه يعني. يا خواف يا ابو نفسيه ضعيفه تخرج انت منه، فضي بقى المجال للناس اللي عايزه تستثمر بجد، للناس اللي هتلم وتطلع تجري. ده ال30 نبص على ال70 بصه، رجع لنا تاني جوه الخط ده، نتمنى ثباته جواه يبقى هيكمل تاني. نشوف الاسهم بقى على عينها. طب كده احنا قلنا ان ال30 صاعد، هل بقى كل الاسهم هتبقى صاعده؟ لا مش شرط. نيجي لابو قير، هتبص المنظر ده، طب ما هو قافل تحت الترند اهو وعامل ديل كده، هابط؟ لا مش هابط. ليه؟ لان احنا ما بنحللش فني بس، انت بتخلط التحليل الفني بحاجات تانية معاه، زي اخبار، وكان في خبر سلبي. طب الخبر السلبي ده خلاص اتاثرنا بيه، في سيوله قليله. طب السيوله القليله دي تؤدي لايه؟ تؤدي الى ان الشمعه تقريبا مش كبيره لا لفوق ولا لتحت. طب وايه تاني؟ ان اللو بتاعها ده اعلى من ده. معنى كده ايه؟ ان ابو قير خد دعمه خلاص، ممكن يبات هنا شويه، يفضل في الحته دي شويه بس هيرجع تاني. اللي هياكد لنا ده ايه؟ تعال نشوف على الفريم الاسبوعي. الفريم الاسبوعي بيقول لك انه خلاص انا راجع. يعني انت لو خدت تصحيح فيبوناتشي سريع كده على الفريم الاسبوعي تلاقيه تقريبا جوه منطقه الجولدن زون، نسبه كبيره جوه الجولدن زون. ده معناه ايه؟ ان احنا الاسبوع الجاي لابو قير منتظرين مثلا شمعه تروح جايه قافله لك هنا، شمعه الاسبوع، خد بالك شمعه الاسبوع تروح جايه قافله لك كده، والاسبوع اللي بعده يرجع يصحى. يعني انت هتصبر في ابو قير اسبوعين؟ ممكن في اول الاسبوع تلاقي الشمعه بادئه ده، خد بالك احنا بنتكلم هنا كده شمعه اسبوع، تلاقي الشمعه بادئه بديل من هنا، يعني يوم او اتنين تلاقي ابو قير نزل لهنا، تقوم جاري انت بقى وبايع، مبروك عليك انت خسرت، انت لبست الخساره، لان اللي بيبيع هو اللي هيخسر. افتكر من 3 أو 4 أسابيع الناس اللي كانت بتقول ياه ازاي حديد عز ينزل ل55، اللي صبر هو اللي باعه على 80 وهيرجع يشتري فيه تاني دلوقتي، وهكذا. الصح انك تصبر، لان ابو قير من الاسهم اللي هترد رد كبير، وهتنسى بقى ال100 جنيه دي. انت هنا 100 جنيه انت هترد رد ابعد. شايفين الترند الاصفر ده اللي من فوق ده؟ كل ما هنتاخر للصعود ليه كل ما هو هيعمل قمم. يعني انت مثلا بدل ما تبدا رحله صعودك من هنا بداتها من هنا، يبقى القمه بتاعتك فين على الترند؟ على 133. شوف الفرق. خليك تقيل، خليك راسي. قلنا على سهم ابو ظبي انه كده خلاص اكد لنا ان هو راجع للصعود تاني، قافل فوق الترند خلاص تصحيحه، ده سهم فرصه انك تخش. اسكندريه حاويات قلنا انه هابط، وده دليل اكتر انه هابط. هتقول لي الله طب ما قفل تحت الترند زي ابو قير، اقول لك لا، ابو قير له ظروفه، ده ملوش ظرف. اللي خلاه هابط كده ان هو اصلا ما وصلش نقطه الدعم وما قدرش يخترق الترند، يبقى هو لازم ينزل يزور منطقه الدعم، ده شيء لابد منه. اموك بالمنظر ده
اعتقده كويس. ليه كويس؟ لان هنا قفلت اعلى من قبل كده، والقفله الاعلى دي ليها دليل ومدلول واضح ان هو لا يعني راجع من الحاجات اللي هتشد سريعا. بينفست قلنا انها خلاص، كنا طبعا نتمنى شمعه صغيره، بس هي فاجئتنا بالشمعه الكبيره دي. الشمعه الكبيره دي حلوه طبعا، حلو، ويبقى عندك هدف فين؟ هدف اعلى من ده بقى. خلاص ده خلاص هدف هنحققه. عندك هدف اعلى وابعد. بيلتون نفس الفكره، ما قدرش يخترق دي لضعف السيوله، لكن لما السيوله الاكتر تخش هيعلى وهيعدي. خلاص ده وقت بيلتون، وقت بينفست، وقت فوري، وقت حاجات كتير من دي. سيرة برضو لسه ما قدرش يعدلنا ال10.5، لما يعديها نحلله. اديتا بالمنظر ده محتاجين شمعة خضراء تأكيدية، يبقى ده هنصبر عليه يوم الحد، لا إيجابي ولا سلبي. نبص على هيرمس بالاختراق الجميل ده لكل المقاومات، يدل ان هيرمس صاعد، لان ده برضو من وقت هيرمس. انا بس عشان بنسى ان انا دلوقتي في فوري، في بيلتون، في هيرمس، في بي انفست، ده وقتهم. القطاع ده نشط جدا دلوقتي. يبقى انت عندك المقاومه الجايه على هيرمس فين؟ عند 17 من هنا كده. ايه فاينانس المنظر ده مش كويس، لا الفتح ولا القفل، فبرضه هنستناه يوم الحد. القبضه ايجابي جدا. شوف المنظر فوق الخط، خد من هنا دعم، بدأ عالي وقفل فوق خط الدعم، هنا عمل ارتكاز ايجابي جدا، ويبقى هدفك هنا عند ال 54. السوق دلوقتي مليان فرص كبيره جدا. خلاص احنا كنت بقول لكم من اسبوعين 3 احنا منتظرين التصحيح، مستنيين التصحيح اتعمل وخلص، ده وقت الفرص، خش دلوقتي. سويدي سهم ايجابي جدا جدا، بس ايه اللي حصل النهارده؟ بسبب ضعف السيوله وصل لمقاومه ما قدرش يعديها، تقريبا قفل مكان ما فتح. مش مهم، الامان اكتر في السويدي ايه؟ ان هو ما كسرش الخط ده. طب ليه الخط ده؟ لان الخط ده عنده تكوين نموذج سلبي. عندك اهو راس، ادي كتف، طالما الكتف التاني ده ما اتكونش يبقى خلاص احنا مكملين صعود. لو الكتف التاني ده كان اتكون كان السويدي يبقى عنده هبوط لحد هنا مثلا. طب ليه الكتف التاني ما اتكونش؟ لان سوقنا صاعد، والسويدي من الحاجات القياديه هتزق السوق وتطلع. فالسويدي ايجابي جدا. ناكد على الفريم الاسبوعي، تقريبا نفس شكل ابو ايه، نفس الاشكال، واخد دعمه طلع فوق، منظر جميل جدا على الفريم الاسبوعي. حديد عز، نرجع للفريم اليوم. حديد عز السهم المجاني بتاعنا احنا وصلنا عليه، خد دعمه من عند الترند، والنهارده عمل لنا الارتكاز الايجابي. خلاص كده حديد عز ايجابي. بالذات حديد عز ليه؟ حديد عز سهم مصدر، اساس شغله مش الغاز، اي نعم هو محتاج طاقه، بس اساس شغله مش الغاز بشكل صريح، وسهم مصدر. وقطاع البناء لما كنت بقول لكم قطاع الاسكان هيزيد الضغط عليه. طب انت قطاع الاسكان ده انت مش محتاج حديد، انت مش محتاج حاجات تانية، مش محتاج كابلات، ما السعودي ده كابلات، حاجات كتير هتشد بعضها. وحديد عز كان يا دوبك بيصحح. طبعا انا كنت اتمنى التصحيح ينزلوا لحد هنا، ده شكل اصح واقوى، بس خلاص طالما كمل خلاص، ويبقى عنده هدف. احنا قلنا على القناه العامه اللي حابب يشترك ويشوف الهدف، ولسه سهم حديد عز متاح طبعا. سبيد ميديكال من اسهم القطاعات الطبيه اللي بتاخد دعمها منين؟ اهو من على الخطوط، ورايح فين؟ رايح لاهداف ابعد. فوري اللي قلنا ده وقته، حتى الان مش قادر يخترق الخط الاسود ده. هنرجع ده لضعف السيوله في السوق عموما، بس الفكره نفسها ان هو ابدا خلاص انا خلصت التصحيح، لان فوري كان خد له مده من هنا صاعد، فلما جه تصحيح السوق راح جاي مصحح معاه وخلاص خلص تصحيحه وراجع. خلاص مصر الجديده للاسكان مثلا خلصت التصحيح، المناطق اللي قلنا عليها ايه؟ ارتكاز ايجابي. طب ما قدرتش تعدي دي ليه؟ ضعف السيوله. النهارده السيوله ضعيفه 2 مليار، خلاص بقى احنا سوقنا هنبدا نبص لل 4 مليار وال 5 مليار وال 6 مليار والحاجات الكبيره دي. هيجي اليوم اللي التداول العادي فيه في اليوم 10 مليار بكذا سبب. طول ما البلد فيها تضخم، طول ما الاوضاع الاقتصاديه لسه مش مستقره، طول ما الناس حاسه بالقلق وفلوسها في البنوك، ده هيخلي البورصه تزدهر. طول ما سوقنا الاقتصادي مفتوح للمستثمرين، احنا فعلا سوقنا حاليا بيشهد انفراجه بعد سنين كتير بسبب احداث يعني مش عايزين نذكرها دلوقتي.
السوق الاقتصادي كان مغلق على نفسه وعلى بضعه اشخاص، دلوقتي احنا مضطرين نفتح السوق، غير ان في حاجات هتتخصخص وحاجات مش عارف ايه، فده هيخلي السيوله تخش. 10 مليار جنيه بالنسبه لك تداول يومي، بالنسبه للناس بالدولارات مش رقم، يعني يخش يترمي عندك عادي في اسهم كلها قويه. يجي عند مصر الجديده قطاع الاسكان ده هيشد وهيزق نفسه وهيروح ومش هيرجع. السهم ده احنا هنفتكره كمان اسبوع او اتنين وهتقول ده كان ب 11 جنيه وانا ما اشتريتوش. غبور. خلص تصحيح من عند الخط. الخطوط دي انا ببقى راسمها قدامكم على فكره، يعني مش راسمها في بيتنا ولا بتاعنا، انا عاملها قدامكم، اللي حابب يتاكد يرجع للفيديوهات القديمه بقى. وبرضه ما قدرش يوصل لحد ان ضعف السيوله بالمنظر ده، غبور هيكمل صعود. جهينه قلنا القطاع الغذائي وقطاع الدواء وقطاع البناء، الثلاث قطاعات دول هم اللي عليهم الرهان دلوقتي. هل معنى كده البتروكيماويات هنرميه؟ لا، مهم. قطاع الاسمده والبتروكيماويات من اهم واقوى القطاعات اللي بتدخل العمله الصعبه للبلد، كلهم بيصدروا. فمشكله نقص الغاز دي مشكله هامشيه، هنيجي في لحظه كده لو حصل تعويم، حصل مش عارف ايه، القطاعات دي هتطير، القطاعات دي عمرها ما تترمي. لكن احنا بنقول الزخم اللي كان بيشد السوق لفوق قطاع البتروكيماويات، دلوقتي ما بقاش هو، هيروح للثلاث قطاعات اللي قلنا عليهم دول. بس معنى كده برضو ايه؟ قطاع البتروكيماويات الاسهم اللي فيه كل سهم هيتبع تحليله بقى، شوف تحليل ايه قوي وتخش. ناخد جهينه من عند نقطه الدعم راحت لخط المقاومه وما قدرتش تستقر فوق. ليه؟ احنا بنقفل اسبوع زي ما قلت لكم على الشمعه دي، شمعه استمراريه للترند الصاعد، دي كمان شمعه استمراريه للترند الصاعد. واصل الترند الصاعد ده كان من هنا. عارفين ان في جهينه من امتى؟ من هو 15 جنيه، من هنا بالظبط، من النقطه دي، ونزل بيا، نزل ده كله وانا بزود، كل ما ينزل بزود والناس اللي معايا تشهد وكملنا. ده من الاسهم اللي عليها الرهان. موبكو من الاسهم اللي انا دايما متخوف منها، ومع استمراره تحت الترند ده يبقى عنده اهداف هبطه هيتقابلوا هنا عند 475 ونشوفه عندها. وراسكوم كونستراكشن مثلا بعد توزيع الارباح والمش عارف ايه يبدو ان لسه عنده اهداف هبطه واتقابلوا هنا عند ال 160. وراسكوم تنميه بالديل ده يبقى احنا منتظرينه هنا عند ال 9.3 وبعدين نشوفه. بالم هيلز المنظر ده، بص يبقى احنا ايه عايزين نعمل؟ نطور نفسنا في هنا ارتكاز ايجابي. المنظر ده هنرجعه لايه؟ لضعف السيوله. طب انا ليه هنا بقول ضعف السيوله ما بقولوش في حته تانية؟ ان بالم هيلز صاعد خلاص، كسر الخطوط اللي احنا كنا بنقول عليها سلبيه، هو صاعد خلاص. اللي حصل النهارده الشمعه قفلت مكان ما فتحت، ضعف السيوله مش شيء اخر يعني. القلعه كسرت الخط اللي احنا قلنا عليه، احنا رسمنا ده امبارح على فكره، الخط ده احنا عاملينه امبارح مع بعض. هي هنا كسرت الخط اللي احنا قلنا لما يتكسر يبقى السهم ايجابي، ننتظر الارتكاز عليه. لو ارتكزنا عليه خلاص السهم ده بقى ايجابي. بس هنا مع الفريم الاسبوعي شوف برضه، عشان ايه تغيير الفريمات بيوضح للناس اكتر او بيوضح لي انا كمان اكتر. دي شمعه استمراريه نفس شمعه جهينه، يبقى السهم ده على الفريم الاسبوعي صعب. سيدي كرير مثلا الفريم اليومي هيوضح لكم اكتر. عمل ايه سيدي كرير؟ خد من عند نقطه الدعم دي مرسومه بالملي، قفل فوقها، فتح النهارده فوق، ما قدرش يكمل فوق المقاومه، نزل قفل كده، نموذج ايجابي 100%. سيدي كرير تخش وانت مطمن. طلعت مصطفى الشموع دي تدل ان لسه طلعت بيشاور عقله. طلعت مصطفى دلوقتي الكلام معاه فين؟ الكلام معاه من هنا، يا اما يبقى ايجابي بينزلوا لهنا ويكون لنا النموذج، يا اما يطلع هنا ويرتكز عليها، يا دي يا دي، غير كده سيبه. طلعت احنا متشككين فيه. شوف بقى يعني لما نوصل ل 30 هقول لكم الموضوع. مسار الاتصالات مثلا اتكون نموذج ايجابي جديد. المسار الاتصالات دي انا في اكتوبر دخلت فيها 3 مرات وممكن اخش الرابعه بالمنظر ده. النموذج بيتكون، تخش من هنا ويبقى هدفك على الخط الاصفر، عايزين نمده على استقامته عشان لما نوصل لايام ابعد، ويبقى هدفك من هنا على الخط الاصفر. الخط الاصفر يديك فين؟ 35 تقريبا. تخش عادي. نساجون مثلا بخبطتها في الترند ده وما قدرتش تستقر فوقها، ممكن ننزل تاخد دعمها من هنا ونرجع بيها تاني.
شوف بقى في التلاتيني قبل ما اخش على كيما والسبعيني، شوف في التلاتيني كام سهم. انا قلت لك هو في خلاص النموذج بقى ايجابي، احنا جاهزين نصعد. هتلاقيني مثلا من ال 30 سهم قلت لك على 20، وقلت لك على 5 نتخوف منهم، يعني مش نتخوف ننتظرهم، وقلت لك على 5 هابطين. معنى كده ايه؟ يبقى السوق صاعد. لما 20 يصعدوا و5 هنترقبهم وغالبا هيصعدوا و5 بس هم اللي قلقانين منهم، يبقى السوق صاعد. منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي. نخش كيما، خدت دعمها من هنا وكونت النموذج الايجابي. يبقى انت لو داخل كيما هدفك فين؟ عند ال 13. بالارتكاز على ال 13 هدفك على الخط الاصفر، بالارتكاز عليه هدفك على الخط الاصفر الاعلى. وانا ما زلت اكرر ان كيما عنده اهداف على مدار السنه طويله جدا. انا قلت الكلمه دي في اكتوبر، احنا مستنيين اكتوبر الجاي هتشوف كيما ربنا يدينا ويديكم طول العمر، تشوف كيما راح فين. لحظه هبدل الاكونتات واجي لكم. هنحلل النهارده باستفاضه شويه. عربية حليج أقطان، خلينا نشوفها. أنا قلت إن لأن الأسهم اللي هتصحح لما ال70 يجي يصحح. تمام، طب النهارده عامل 5% معاد. على فكرة أنا كنت بقول إن السوق هابط، والسوق بعد ما أنا قلت إن هو هابط تناه كذا يوم ورا بعض ويصعد 1000 نقطة في 700 نقطة في مش عارف إيه. حتى الناس اللي معايا قالت لي هو فين التصحيح؟ بس أنا بتكلم على فترة زمنية، حاجة هتحصل في خلال فترة، فدي من الأسهم اللي لازم تصحح. المنظر ده يدل إن كلامي صح وفي تصحيح جاي قريب. بورتو جروب انا قلت على الجنيه تبقى بايع، ويا ريت تبقى بايع على الجنيه. اسك صفر تاني النهارده. اسك من الاسهم اللي لازم تصحح طبعا. هل بتصعد على اساس خبري؟ اعتقد لان التصفيرات الكتيره دي لازم يبقى ليها خبر. بس من هنا يبقى تاني نشوف اسك كده، هي عملت لي ارتكاز ايجابي هنا. تمام، يمكن هي لما تيجي تصحح تنزل عليه، يمكن. القاهره دواجي، قطاع الأغذية، قطاع الإسكان، قطاع الأدوية، 3 قطاعات السيولة هتخش فيهم، ودول اللي هيزقوا بينا السوق. أنا من شهر 9 في آخره كنت بقول لكم شهر 10 شهر قطاع الأغذية، وفعلا شهر 10 بدأ في أواخره قطاع الأغذية يزدهر. قطاع الأغذية مكمل معانا فترة. القاهرة دواجن حتى الآن تواجه ضغوط بيعية من هنا، من عند الديول، نعمل من عند الديول ولا عند جسم الشمع. تواجه ضغوط بيعية من هنا، وحتى الآن أقرب ارتكاز إيجابي ليها كان ده. طب اشمعنى أنا اخترت ده؟ لأنه هنا عامل الارتكاز الإيجابي بتاعه وبرضه ماشي مع ديل قديم ليها، فيبقى الخط كان مقاومة زمان دلوقتي بقى دعم. يبقى أنت منتظر من السهم ده إيه؟ يرتكز هنا، مع الارتكاز عليها هيبقى ليه أهداف أبعد. بس القاهرة دواجن عموما إيجابي طبعا. قناة التوكيلات الملاحية دلوقتي بالمنظر ده عموما بقى ايجابي، يعني انا اقدر اقول انه مش ايجابي. انا قعدت فتره بقول معرض وما نخشوش، طب دلوقتي ايجابي. انا اصل العند ولد الكفر، فليه العند هو بقى ايجابي فعلا؟ ما كان معرض قبل كده. هو انا واصف للحال. هعند ليه وهعند عشان ايه؟ طول ما انت بتوصف خلاص. تيجي مثلا تعمل على ال3 قمم دول، تلاقي نفسك هنا ده خط مقاومه ليه، لما يرتكز عليه هيرجع ايجابي ويروح. انت شفت القمتين ماشيين على الترند، كله على التحليل الفني على فكره، احنا ما بنجيبش حاجه من بيتنا. شيني مثلا بالمنظر ده يدل انه لا، احنا لسه مستنيين وعايزين نمد ده على استقامته. بالمد على الاستقامة يبقى احنا مستنيينك تهبط. ممكن تستنيك ماشي معرض لكده وتهبط لي من هنا وارد، بس انا مستني لك تصحيح. دلتا السكر مثلا، قطاع الأغذية مهما هبط خليك فيه. دلتا السكر احنا عمرنا شفنا السكر بيحصل له حاجة؟ لا، بس بالمنظر ده وارد انه وقتيا يهبط ويلمس لهنا.
طب انت شاري من 70 من 72، انت شاري من ال 74 عادي عادي جدا، وهينزل بيك لل 57 وهتستحمل منظره على الشاشه وهو احمر دايس. قلت امبارح ان شكله ايجابي، ان الشمعة دي تدل ان هو ايجابي، والنهارده اكد الايجابيه ما شاء الله. مبروك للي كان في دايس. الماليه والصناعيه طب كويس ان الرسومات اشتغلت. وريني دايس عملت ايه. دايس ضربت خطنا الطولي، وهل كده ارتكزت فوقه؟ تعال نشوف شمعة الساعة. يبدو انها ارتكزت فوق، يبقى دايس بقى كويس. نيجي نشوف المالية والصناعية. شغل الخطوط، اشتغلت الخطوط. المالية والصناعية عملت ارتكازها من هنا. طب ده صح؟ الى حد كبير لا. وقفلت فوق المقاومه دي برضو لسه ما توقعلهاش. الفكره كلها انها ما تكسرش الخط ده، لو كسرتها تبقى كونت النموذج بتاع راس كتف، هيتكون من هنا الكتف التاني، يبقى هتهبط. يبقى احنا مستنيينها ايه؟ ترتكز فوق ده او ترتكز فوق دي بس. ايه بيكو؟ قطاع الاغذيه، قطاع الادويه، قطاع الاسكان، 3 قطاعات اقوياء جدا للفتره الجايه. ايه بيكو النهارده كان من الصفقات اللي معانا وحققت هدف وارتكزت فوق الهدف. انا كنت قايل الهدف 40. نشوف ال40. هي حتى الآن ارتكزت فوق ال38 اللي كانت منطقة بيعية. نيجي نشوف ال40 دي. ال40 كمان كانت منطقة بيعية اهي. في الايبكو اهداف ابعد انت شايف عند ال44، وفي هدف ليها النص عند 42 بالارتكاز وهكذا. وايبكو ليه هدف بعيد خالص، ده استثماري ومعانا وانا قاعد لحد الهدف ده. ليه هدف ابعد. اطلس مثلا، اطلس كان معانا من فتره وكان هدفه ال 73، اما الرسومات تبان هوريهولكم. كان هدفه 73، بعد ما جاب هدفه كنا طب كويس والله الخطوط معموله. خد ارتكاز ايجابي كده. اطلس ايجابي طبعا ايجابي. اطلس استصلاح الاراضي، طب ما انت لما تستصلح اراضي هتعمل فيها ايه؟ ما انت هتزرع يعني. وبص بقى الموضوع، بص الفكره، بص القطاع لما يشتغل ايه حواليه؟ هيشغل حاجات كتير. وان ال 63 دي كانت نقطه مقاومات قديمه، دلوقتي بقت دعم. يبقى انت لو هتشتري هدفك فين؟ عند ال 410 قرش. السوق فيه فرص، لسه الدنيا جايه، لسه والله احنا ما بطلناش، مش هنبطل صعود. انا فاكر من العيد الكبير وانا بقول لهم ايام ما كنا واقفين عند ال 18000 نقطه، الخير لسه ما جاش، وفعلا ولسه جاي اكتر. هبدل الاكونتات واجيلكم. نكمل. ابن سينا، قطاع الأغذية، قطاع الأدوية، قطاع الإسكان، ال3 قطاعات دول أقوياء، دول اللي الزخم عليهم دلوقتي. ابن سينا هيكمل صعوده لحد ال 206، وصل لها فعلا. عايزين نحط ديول كمان لابن سينا مع الاستقرار هنا أكتر، يبقى عنده هدف. ما تشتريش في النص كده، ما تشتريش على العايم. اما يرتكز على دي تشتري وتبيع هنا، يرتكز عليها تشتري وتبيع في مناطق اعلى. هو هيبقى في مناطق اعلى، دايما في مناطق اعلى عادي. ليسيكو خدت ارتكازها من هنا. انا فاكر ان امبارح قلت لكم احنا مستنيينها هنا، وانا برضو لسه مستنيها هنا. يعني هي هتصحح كل ده؟ هتصحح كل ده عادي. احنا جبناها. العبوات الطبيه انا مش هبص بقى يعني، خلاص عبوات طبيه فهمنا ليه هي بتصعد. منطقي. مصر لصناعه الكيماويات. عايزين نشوف المنظر العام كده. المنظر العام ان مصر لصناعه الكيماويات عندها دي من الجيد عدم اختراقها يبقى احسن، عدم كسرها لتحت يبقى احسن، وعدم كسرها طبعا لتحت يبقى احسن واحسن. لكن مصر لصناعه الكيماويات من الاسهم القويه اللي حصل عليها تصحيح بسبب اللي حصل لقطاع الكيماويات يعني. حتى الان ما ادتش اشاره عوده. طيب غاز مصر، شوف غاز مصر
واخد ارتكاز. لو انت اشتريت من هنا يبقى هدفك هنا. طب انت ما اشتريتش، ما تخشش من النص، استنى اما يرتكز على دي وتخش وتبيع عند ال37 وهكذا. عبور لاند، اتذكر ان انا امبارح قلت ان عبور لاند خلاص تاكدنا من ايجابيتها، وبما انها من قطاع الاغذيه خلاص، وفعلا النهارده ضربت الهدف اللي هو ال10. انا فاكر الخط ده احنا عاملينه مع بعض امبارح، ان هي بالارتكاز هنا هتضرب هنا. هل عبور لاند نخشها؟ ما تخشش من النص، ما تخشش من دنيا عايمه كده، تستنى يا اما الارتكاز على ده يا تنزل تصحح على ده. انا شخصيا اتمنى من عبور لاند انها تصعد صعود ترندي. يعني انت شايف الهبوط ده، الهبوط ده كان هبوط محترم قوي، حتى وهو هابط المنظر فنيا جميل. انت عارف هيرتكز فين ويعمل ايه وبتاع. انا عايز صعودها يبقى بنفس الفكر، مش صعود خط كده. فانا اتمنى انها تنزل هنا وبعدين تاخد لها الصعود الترندي الجميل، الصعود الوسطي الجميل. طيب بعد كده يبقى انت عندك هدف هنا. طب وبعديه هدف هنا. طب وبعديهم هنا، ولما يوصل لهم نشوف. اودين بقاله فترة شغال كويس. اجواء، وهبص على زهراء برضه. اجواء النهارده نسيب ضعفها ده لايه؟ لضعف السيوله، بس في الاخر اللو ده اعلى من ده، يبقى شيء ايجابي. وكمان على الدعم ايجابي وايجابي وايجابي. مع الارتكاز هنا هدفك هنا، مع الارتكاز في اهداف ابعد واحنا مستنيين الاهداف الابعد، انا فيها ومستني الاهداف الابعد. زهراء المعادي، زهراء دي انا كنت عامل لها على الاكونت التاني قبل ما اغير اكونتات تحليل عظمه. المهم يعني ان هو بالارتكاز على الخط ده يبقى صاعد لحد فين؟ لحد هنا. الارتكاز عليها يبقى عنده لحد هنا، اما يرتكز عليهم نشوف. وكده نبقى احنا خلصنا الاسهم اللي معانا. بص بقى يا سيدي، دلوقتي احنا فاتحين القناه العامه، اللي عنده سؤال بيساله واحنا بنرد عليه ان شاء الله يوم السبت، في فيديو يوم السبت. اللي حابب يشترك في القناه العامه هسيب الرابط بتاعها في الكومنتات. اللي حابب يشترك في القناه الخاصه او اداره المحافظ بيتواصل معايا. اللي ما بيعرفش يشترك فيهم يسيب لي في الكومنتات ان هو عايز يشترك ويسيب رقم تليفون وانا هتواصل معاه. بس كده حتى الان. مش هننزل بقى جو حوار الارباح الاسبوعيه وبتاع، احنا عملنا ارباح اسبوعيه عادي حتى والسوق هابط عملنا ارباح اسبوعيه، بس انا خلاص هنخليها اخر الشهر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش بس نسيت حاجه قبل ما اقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا حد يبيع سهمه دلوقتي، بالذات لو انت في سهم قوي، هتبيعه وهترجع تندم وتعيط بعدين. بس كده خلاص، دي الجمله اللي انا كنت عايز اقولها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.